لبسنا الطعم في وشنا خلاص. دلوقتي اي حد جاي من بره لمصر ومعاه تليفونه، ما بقاش في حاجه بقى اسمها مسموح ليك مش عارف ايه، وكل 3 سنين تسجل تليفون على اسمك، وليك مش عارف اعفاء ضريبه مش عارف كذا. لا، انت هتيجي تقعد في مصر 90 يوم، وبعد ال 90 يوم تليفونك هيقفل ولازم تفتحه وتدفع الضريبه. انا قلت لكم من الاول الموضوع ده في تركيا، وقلت لكم الحل بيبقى تليفون صغير وتفتحوا منه هوت سبوت وتعملوا المكالمات كلها من التليفون الصغير، ويبقى معاكم التليفون التاني فاتحين عليه النت وخلاص. قعدتوا تقلسوا، قعدتوا تقولوا مش عارف ايه وانتش فاهمك وانتش عرفك يا ابو العريف ومش عارف ايه. اهو وما دفعتش الضريبه هتبقى ماشي بحته حديده. ساعتها هتروح لفين بقى؟ للتليفون اللي هتفتح منه هوت سبوت. ساعتها بقى شوفني قدامك جاي كده وانت بتفتح الهوت سبوت اللي انتقدني قبل كده. بس اللي سجل تليفونه قبل كده عدى خلاص. واخص بذكر شهاد يا ابن المحظوظه، جينا على التليفون قبل ما يطبقوا البتاع ده. على فكره المحظوظه دي اختي، عشان بس ما شادني يعني، عشان محدش بس يقول اي حاجه، وان شاء الله تفضل محظوظه على طول يا رب والله. قولوا امين يا جماعه، وابداوا بقى فكروا، يا اما هتجيبوا التليفون الصغير زي ما قلت لكم، يا اما بقى هتروحوا تدفعوا الضريبه. وخلص زمن صبح على مصر بجنيه ده، صبح على مصر بقى ب 20000 25000. شوف الضريبه هتطلع كام بقى.